بصوا بقى مبدئيا كده انا عايزه الفيديو ده كده لايكات وكومنتات وحاجات حلوه قوي، علشان بقالي كتير جدا ما عملتلكمش روتين من شقه الحاج والحاجه، ربنا يرحمهم يا رب ويجعل كده. يجعلهم يا رب من اهل الجنه اللي هم امين. قولوا امين يا جماعه وادعوا لامواتنا جميعا بالرحمه. بصوا بقى مبدئيا كده انا كنت جايبه شويه حاجات حلوه كده، يعني كنت جايبه مثلا طماطم، بصل، طبعا الحاجات الحلوه اللي هي دلوقتي احنا بنخبيها ديت، وبطاطس وشويه يعني المهم جبت شويه حاجات بقى كده، وقلت النهارده انا عايزه اعمل وليمه. بقى لي 3 ايام بالظبط بعمل فرشه الشتاء في الشقه، فعايزه اقول لكم ما كنتش بعمل اكل خالص. كنا بقى مقضيينها من بره، مره جبن، مره كشري، مره جبنا اكل من بره كده وظبطنا نفسنا. المهم يعني قلت بقى النهارده اعمل لهم ايه، اكله محترمه كده وحاجه كده ايه ترم البدن. هنا طبعا النور قطع، يعني خلاص جه ميعاد قطع النور، مش عارفه هيخلص امتى الحوار اللي احنا فيه دوت. ففطرت وظبطت الدنيا، وبعد كده بقى عملت كوبايه قهوه ودخلت اشربها في البلكونه. وطبعا الجو جميل كده ومنعش، فاحنا عادي نقف في البلكونه، يعني مفيش شمس ولا اي حاجه. بصوا بقى شايفين الحيطه اللي ورايا اللي مليانه تراب دي؟ الحيطه دي متنضفه امبارح ومرشوش عليها ميه ومتزعفه، وعايزه اقول لكم بتطلع عيني بسبب الاخرام اللي فيها دي، او بسبب الجبس المنطور اللي فيها ده. هي كده الحيطه دي نوعها كده بتطلع عيني في التنظيف، وحرفيا انضفها اخش من البلكونه ارجع الاقيها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ظاهر في الكاميرا ده. الشارع عندنا عباره عن بركه من التراب، يعني بركه من التراب كده، الحيطان تراب، الفرش، العفش. لو انت ايدك على طول في الحاجه علشان الدنيا ما تتبهدلش، بصي هتتعيد متراب. يعني الوقت اللي انا ما ببقاش فرشه في الشقه هنا عند مامتي، او ببقى مثلا بفرشها فرشة شتاء، فرشة صيف، عيد، الكلام ده كله، لو دوستي على الارض بس كده من غير سجاد ومن غير حاجه، رجليكي بتبقى بركه، بتبقى سودا، بتبقى سودا، ما بتبقيش عارفه لون الجلد من لون التراب حرفيا. فدي اصعب حاجه في الشقه فوق هنا. وعلشان كده انا ما بحبش دلوقتي موضوع الفرش فوق كتير، عشان بيبقى معايا يسر، فهي فعلا بحس ان هي طفله من اطفال الشوارع، عارفين طفله الشوارع كده، بسبب التراب واللعب والكلام ده كله بتبقى متبهدله. بحاول بقدر الامكان ان الشقه جوه حافظ عليها ان هي ما تبقاش متبهدله ولا تبقى معفره ولا حاجه، ان انا بقى على طول ماشيه بالمقشه وبالفوطه، بالمقشه وبالفوطه، امسح الخشب واكنس، علشان كمان الارض مش كلها متغطيه، يعني مثلا مشات والكلام ده ففيها حتت بلاط او حتت سيراميك عريانه، فبرضه بتتملي عفره، فلازم تبقي ماشيه بالمقشه وبالفوطه. بس دي اكتر حاجه بتضايقني فوق، ولكن غير كده انا بحب اقعد بصراحه، لان كمان يويو هناك عندنا بقى معارفنا وجيراننا والكلام ده كله، فبتلعب مع العيال، وبحس ان هي بتخرج طاقه كده، غير عندي تحت يعني ايه، يعني مش مختلطه بحد قوي تحت عندي في بيتي. فعشان كده لما بطلع هنا بحس ان يسري عارفين بتلاقي نفسها كده بتلعب كده وبتنبسط. هنا بقى ايه، قلت بما ان النور قاطع ويويو قامت زي ما انتوا شايفين كده قاعده الجميل حبيب امها، يعني قاعده ماسكه التليفون، فقلت ايه اروق الغسيل، يعني المه بقى ايه واشيله مكانه والكلام ده كله، لاني مش هعرف اطبخ دلوقتي لان النور قاطع، وانا محتاجه الكبه والخلاط وشويه حاجات كده. النهارده الاكل بقى دسم للناس حضرات المزاج، تمام. وانا بصوا يعني ايه، انا بحب بقى ان انا اقف في المطبخ والكلام ده كله، محدش بقى يتريق على البوتاجاز، عشان البوتاجاز ده بتاع امي، والبوتاجاز ده هو لحم كتافي كده، لحم كتافي اللي انتوا شايفينه ده من خيره، واحلى اكل كلته منه. وبصوا وحاجه كده عظمه، عشان في ناس تقول ايه ده هو في بوتاجاز اخضر، عشان في حد قبل كده قال لي هو في بوتاجاز اخضر. اه البوتاجاز بتاع زمان كانت خضره. هنا بقى حطيت حلتين على النار، حله كبيره وحله صغيره، حطيت في الاتنين ملح وفلفل وتوابل، بس حله اللحمه ما حطيتش الملح، علشان انتوا عارفين اللحمه لو حطينا ملح هتبطئ السوا بتاعها. نزلت بالحله الاولانيه حطيت فيها اللحمه اللي هي الحله الصغننه، والحله التانية حطيت فيها الفشه والزور اللي هو بتبقى القرقوشه بتاعه الفشه، وايه وظبطت الدنيا بقى ايه علشان يستووا. النهارده بقى كده انتوا عرفتوا هعمل النهارده بقى فته وممبار وفشه وقراقيش، الاكله اللي انا بعتبرها كده اكلة المزاج للناس صحابات المزاج. مش هقول الناس اللي بتفهم، لان اكيد اللي ما بيحبهاش مش معنى كده ان هو ما بيفهمش، لا هو الاكل اذواق. يعني انا ممكن اكون ما بحبش اكله، الناس تقول لي انت ما بتفهميش، لا مش معنى ان انت ما بتحبيش اكله ما تبقيش بتفهمي، لا هي الاكل اذواق، وفي ناس بتستثقل الاكله دي
تقول لك بقرف منها، بس طبعا نعمه ربنا كلها رضا يعني، وكلها الحمد لله نعمه. ولكن معلش هنا عندنا هنا برضو العربيات كتير وكده، هتسمعوا صوت دوشه وتكاتك وعربيات والكلام ده كله. المهم، فمش اللي بيحب الاكل ده معناه ان هو ما بيفهمش، لا خالص، هو الاكل اذواق، بس هي فعلا انا بعتبرها اكله، اكله المزاج كده. وانا حتى بعملها كل فين وفين، لان هي غلبه برضو، عقبال ما بتعملي الممبار وخلطه المحشي وتحمري وتعملي فته، فاهمين قصدي؟ بس ايه، قلت بقى الايام ده دلعهم، لان هم بقى لهم 3 ايام جوزي واختي مظلومين معايا بصراحه. بنجيب بقى اكل من بره، وكانت اختي بنعمل انا وهي بنفرش شقه مامتي، فايه، فالدنيا ما كانتش ظبط اخر حاجه. فقلت بقى النهارده بما انهم في الشغل بتاعهم وكده، يجوا بقى يلاقوني ايه مظبطه لهم الدنيا وعامله لهم اكله حلوه. هنا بقى جبت حله تانية نزلت فيها بالبصل زي ما انتم شايفين كده، تمام. وحطيت طبعا سمنه، زيت، اللي انت عايزاه، تمام. هحمر بس ايه البصله، انا مش بحمر البصل بتاع المحشي قوي، اللي هو بديله لون غامق قوي، لا، عشان يعني ما يبقاش برضو تقيل، فاهمين؟ ويكتم على نفسنا، لان انتوا برضو عارفين ان الاكل المسبك قوي دوت، او البصله لما بتبقى متحمره قوي بتكتم على النفس كده. فهنا بقى كانت بنت اختي بتقلب معايا البصل، كانت بتساعدني زي ما انتم شايفين، يعني المعلقه ما بتتحركش لوحدها اكيد، يعني مش ملبوسه. بس قطعت بقى هنا كمان الطماطم وناولتني الخلاط، وهبدا ان انا بقى ايه اضرب الطماطم. طبعا انا هنا كنت لا قدر الله كنت هحرق الخلاط، لاني مليته طماطم زياده عن اللازم، كان المفروض ان انا احطها على دفعات. بس عارفين بقى الصربعه، وعايزه اضرب كمان الطماطم بتاعت صلصه الفته، فاللي هو ايه، بقيت اضربه واشغل اضرب واشغل لحد لما ايه، لما اتعصرت. بس هو المفروض يعني ان انت تحطي على قد الساعه بتاعت الدورق بتاعك علشان الموتور ما يتحرقش، هو ده المفروض الصح. اللي انا عملته ده غلط، ان انا اكبسه كده ده غلط. بس نزلت بقى عليه بالبصله. ايوه، احنا لازم نعلم الاطفال الطبخ، ايوه ايوه، واقفه معايا بتتعلم الطبخ. هنا بقى حطيت ايه، بقول لها بقى ناوليني التوابل. حطيت بقى شويه ملح، وحطيت كمان فلفل اسمر، وهحط كمون، وكمان هحط شويه سكر، تمام. يعني ممكن اكون انا كمان حطيته في الاول، ده الكمون، يبقى انا حطيت ملح وفلفل وكمون وشويه سكر، طبعا معلقه سكر، لان عايزه اقول لكم ان السكر بيعدل الحموضه بتاعه الطماطم، يعني الاكل المسبك السكر بيقلل الحموضه شويه. بس هنا بقى خدت بقيه الطماطم ديت الطبق الصغنن ده، لاني هعمل طبق صلصه فته صغير، لان انا هعمل طبق فته صغير جدا مش كبير، لان احنا 3 افراد، فجنب ما شاء الله الممبار وجنب الفشه وجنب الحاجات دي كلها، فاكيد مش هنقدر ناكل كل ده. فايه، فقلل من نادر وفي، ممكن تعملي اصناف كتير، بس تعملي ايه، تعملي منه عينات، هيبقى قدامك اكل كتير قوي، وفي نفس الوقت ما حرمتوش نفسكم من حاجه، ومفيش حاجه اتهدرت معاكي، لان كل حاجه غاليه. لو عملتي فته كتير الرز هيترمي، انت عارفه الرز بكام، والصلصه هتترمي، انت عارفه القوطه بكام، ومش عارفه ايه، فنقلل من ندر ووفي، ناكل كل اللي نفسنا فيه، بس ايه، بس نعمل عينات. هنا بقى كمان كنت بظبط الخضره، وعايزه اقول لكم الخضره كانت وحشه جدا، وكانت فيها حاجه صفرة كتير قوي. انا فضلت كتير جدا انقط في الخضره، واطلع الحاجه الحلوه واطلع الاخضر لوحده، وارمي الحاجات الصفرة. بس حسيت ان انا لو هسمع الكلام بقى وهرمي الاصفر كله، يبقى انا هرمي الخضره كلها. فطلعت بقدر الامكان الحاجات الصفرة قوي، او اللي هي لا يعني مش مرتاحه لها كده، حاساها ان هي دبلانه الكلام ده كله، و وهاخد الباقي. وانا بحب الخضره كتير في المحشي، دي حاجه. تاني حاجه برضو اللي شفع للخضره دي، ان انا كنت جايبه الخضره من قبلها بيوم بالليل وحطها في التلاجة، فقلت ايه، ما هو انا برضو اللي غلطانه، ما هي الخضره مش طازه، برغم ان هي كانت بتاعت اليوم اللي انا جبتها فيه اللي هو تاني يوم، بس زي ما انتم شايفين ايه، تحسوا ان هي مش مخضره قوي. ممكن تكون هي كانت عند الراجل مثلا بقالها يوم، او من الصبح، او الكلام ده كله، فهي عامله المنظر ده، يعني اللي هي مش مخضره قوي. بس غسلتها الاول قبل ما اقطعها، وهبدا بقى ان انا اقطعها حتت صغيره، وبعد ما بقطعها عندي هسهس بحطها في ميه وبصفيها تاني. برضو في تربايه، في طينايه، في حاجه ما شفتهاش، برضو بحب كده، لان يعني الاكل بالذات، ليه احنا دايما بنفضل اكل البيت؟ عشان بيبقى معمول يعني بضمير، معمول بنظافه زياده عن برضو ايه ما نبقى متلصقينه. يعني انا عارفه ان احنا كلنا في البيت ما شاء الله بنعمل الاكل ومش بنتلصق الكلام ده كله، بس انا يعني بعد ما بغسل الخضره بحب برضو انقعها تاني وهي متقطعه، بحيث لو في تراب، في طينه، في حاجه انا ما كنتش شفتها، وده وارد على فكره.
فايه فتعدي. زي برضو ايه، كان في فيديو لحد يعني مشهور وكده على التيك توك كانوا بينتقدوها ان الفراخ فيها ريش، وان هي وفيديوهات كتير قوي طلعت ان فيها ريش. بصوا يا جماعه، الغلط وارد، مش معنى كده ان هي مش نضيفه، لا هو الغلط وارد، وارد ان هي ما تكونش شافت ريشتين ثلاثه في الفرخه، وارد. انا بيحصل معايا بعد ما بغسل الفرخه كويس جدا او بغسل الحاجه كويس جدا، واجي مثلا ابص فيها تاني، ممكن الاقي فيها ريشه، ممكن الاقي فيها شعرايه، ممكن الاقي فيها. انا قبل كده كنت جايبه كوارع وبنضف فيها، وبعد ما سلقتها لقيت عند الضفر كده شعريتين تلاتة. وارد، ده مش معناه ان احنا دي حاجة وحشة او حاجة ان احنا مش نضاف، لا وارد ان انت حاجة بتسهو منك، يعني احنا كلنا كده، احنا بنبقى عايزين نعمل لاولادنا وبيتنا احسن حاجة في الدنيا، بس في حاجة بتسقط مننا فخلاص هنعمل ايه؟ فاهمين قصدي؟ هي مش هتموت، ودي بالنسبة للناس ايه القرف ده، ولكن يعني هي مش سايباها بمزاجها، مش عفانه، فاهمين قصدي؟ فيعني ايه، نعدي البعض، لان في ناس بتقف على الواحده وبيقعدوا ينتقدوا بطريقه رهيبه، وبيقعدوا بصراحه يعني تحسوا كده ان هم بينتقدوا الواحد قوي، فاهمين؟ بس زي ما انتوا شفتوا بقى، كنت عملت خلاص صلصه الفته، وهنا اللحمه كانت اللهم بارك يا رب استوت وكانت زبده، وهنا كمان طلعت الفشه استوت، وحطيت بقى برضو كانت الصلصه اتسبكت، حطيت برضو الحاجه زي ما انتم شايفين على بعض. هنا برضو كده كنت حشيت المحشي، كنت حشيت الممبار وسلقت نصه عشان لقيت الحله مش هتاخده كله، وبعد كده رحت حاطه الدفعه التانية. تمام تمام. اول حاجه انت ما بتمليش الممبار قوي، بتمليه وبعد كده بتبططيه علشان الرز هيزيد فيه وما يفرقعش منك، ولازم الميه تبقى مغطيه الممبار وما يكونش فيه كتير في السلق. لو حطيتي ممبار كتير هيفرقع منك ومش هيستوي، وده اللي حصل معايا، ان انا لما لقيت الحله مش هتاخد الدفعه بتاعه الممبار كلها فحطيتها على دفعتين عادي. ايه المشكله؟ بتعرفي بقى منين ان الممبار اتسلق؟ بتطلعي واحده كده وتدوسي على الحرف بتاعها بالمعلقه، تطلعي ايه شويه رز وتشوفيهم، لقيتيهم استووا يبقى كده خلاص الممبار استوى، لقيتيه لسه في قرشه بترجعيها تاني النار، لان كده معناها ان لسه الرز ما استواش. هنا بقى كمان كنت قطعت الفشه بعد ما بردت، قطعتها بقى التقطيعه اللي انت عايزاها. بصوا عايزه اقول لكم حاجه كده، عسل عسل، وما بتاخدش وقت في السوا خالص زي اللحمه، فاهمين؟ قطعتها بقى وكانت اللحمه اتسلقت، وكنت بقى عملت الصلصه بتاعت الفته بقى بالخل والثوم وحاجه كده زي العسل بتاع الانابيب، والله العظيم مستقصدني. هنا بقى كنت هعمل ايه؟ كنت هعمل الرز، حطيت الرز وحطيت العقد بتاعه وحطيت كمان الملح، وبعد ما الرز بس الميه يا دوبك احس ان هي خلاص هتغلي، بحط حته زبده او حته سمنه. تمام. وبعد كده بقى لما الرز بيتشرب بوطي عليه خالص يستوي براحته. هنا خلاص كان الرز بيتشرب وكنت وطيت عليه النار، قلت بقى ايه، ابدا بقى احمر الممبار واحمر الفشه والحاجات دي كلها عشان الاكل كله يبقى سخن. حطيت طاسه فيها الممبار، وحطيت طاسه تانية فيها شويه زيت، وحطيت كمان فيها الفشه. انا ما بحطش الزيت لما يتقدح قوي الفشه لان هي بتفرقع، خلوا بالكم بتفرقع جامد، فانا بحب الزيت بس يبقى سخن، انزل بيه في الفشه وبعد كده اروح مغطياها. تمام. هي والممبار لان هما بيفرقعوا، وبصراحه لسعه الزيت وحشه، فانا بحاول اتفادى الموضوع ده باي طريقه. هنا بقى كان عندي شويه خضره فايضين صغننين قوي، رحت جايبه الصينيه الكبيره قوي دي وحطيتهم عليها، قلت عشان احط الاكل كله عليها. وهنا بقى ايه، هعمل صينيه الفته. ده العيش المحمص، حطيت عليه شويه شوربه وشويه صلصه بالخل والثوم اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. تمام. وبعد كده بقى ايه، جبت الرز هنزل عليهم بالرز. زي ما قلت لكم انا هعمل صينيه فته صغيره قوي، مش هعمل صينيه كبيره، لان ما شاء الله يعني ايه الاكل كان كتير. وعايزه اقول لكم والله العظيم، والله العظيم فاض منه كتير، يعني فاض من الفته. الممبار انا ما حمرتش الممبار كله، واللي انا حمرته فاض منه، وفاض من الفشه برضو كتير، حطيتها في التلاجة، لان خلي بالكم الاكل ده بيلكم، فاللي هو ما يغركيش مثلا ان ممكن تكون كميه قليله تقولي ده مش هتكفي، لا بيلكم جدا. الفته والممبار والحاجات دي اصلا بتتغمس بعيش، فانت بتتلكمي اصلا، فما يغركيش ان هي ممكن تكون قليله، ده انا ما شاء الله فاض كتير جدا، ما شاء الله يعني اللهم بارك يا رب، كان في بركه في الاكل. بس حطيت الرز بقى هنا وسويته زي ما انتم شايفين بقى، وبعد كده بقى ايه هحط الصلصه. عايزه اقول لكم برضو ان انا محمد جوزي بيعشق الصلصه على الفته، يعني ما تحطليش مثلا شويه وتوزعيهم لي كده، لا بيحب الصلصه كتير على الفته، واحنا بصراحه فبملاها له صلصه، يعني بحط له صلصه كتير. وهنا بقى الخل بالثوم
بالزبده اللي متشوحين بقى على النار. برضو بحط بقى شويه توم حلوين كده بقى ايه فوق الوش، بيدوا للفته طعم رهيب رهيب. حاجه كده مش قادره اقول لكم على الجمال والحلاوه والطعامه. هنا بقى بصوا كنت حطيت ايه كله في الصينيه، بس هي الصينيه كبيره قوي على الاكل فمش مبيناه. بصوا ما شاء الله الممبار واللحمه والحاجه وكلنا وكان زي الفل. وبعد كده بقى حبست انا ومحمد بكوبايتين شاي في البلكونه، الجو كان جميل وكان يتشوي ونامت، وقعدنا بقى قعده حلوه كده بعد ما اكلنا. وبصوا بقى زي الفل، مفيش احسن من كده يوم، مفيش احسن من كده روتين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو، بحبكم جدا واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.